السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. هنحضر النهاردة مع بعض صوابع زينة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. لو مشيت على الخطوات بتاعتنا واحدة واحدة كده هتطلع معاكي ناجحة ومظبوطة من اول مرة، ومستحيل تفشل معاكي. مقاديرها سهلة وبسيطة كده وعلى قد ايديك، هتحضريها في عزومات رمضان وكمان هتشرفك قدام ضيوفك. لو جربت الوصفة دي هتعجبك جدا. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طالعه معايا مجرمشه وكمان دايبه من جوه. تعالى اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. بسم الله زي ما انتم شايفين كده. يلا كملي الفيديو للاخر، تعالوا معايا كده خلينا نشوف حضرناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بحضرها الشربات، علشان الشربات لازم يكون بارد. زي ما انتم شايفين كده معايا كوبايتين من السكر، هنزل عليهم بكوبايتين من الميه وارفعهم على نار وسط. اول ما يغلوا غلوتين هنزل عليهم بنص عصره ليمونه وشويه صغيرين من الفانيليا، بسيبهم على نار وسط لمده 10 دقايق وبعد كده برفعهم من على النار. بس لازم الشربات يكون بارد. بعد كده معايا المكونات بتاعتي. المكونات عباره عن كوبايه من دقيق البسبوسه او دقيق السمولينا، وكوبايتين ونص من الدقيق العادي بتاعنا بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين انا نزلت كده بدقيق البسبوسه وبعد كده بدقيق العادي، يعني كوبايتين ونص قصاد كوبايه من دقيق البسبوسه. وهضيف عليها كمان معلقه صغيره من السكر بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وعلى طرف المعلقه من الملح، يعني اقل من ربع المعلقه كده بالشكل ده، مش كتروا من الملح. شايفين شويه انا كمان بشيل منهم، يعني اقل من ربع المعلقه. وبعد كده بنزل عليها بنص معلقه صغيره من الخميره. ما تزودوش خميره علشان ما تفتحش معاكي في الزيت، يعني نص معلقه صغيره بالظبط، ونص معلقه كمان مش مليانه هرميه، لا يعني يا دوب كده نص المعلقه مليان بالشكل ده كده. ومعايا نص كوبايه من السمنه السايحه. زي ما انتم شايفين ممكن تضيفوا سمنه على زيت، بس بصراحه السمنه بتخلي طعمها احلى. حطوا نص كوبايه من السمنه السايحه كده بالشكل ده. يبقى المقادير بتاعتنا موحداها، الكوبايه اللي انا حضرت بيها هي نفس الكوبايه اللي انا بعاير بيها كل المقادير. ومعايا كوبايه كده من الميه بتاعتنا دافيه، بس دافيه على خفيف كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، علشان العجينه احنا في الشتاء ما تبوظش منك. وبعد كده انا ببس العجينه على طول بالشكل ده كده. اول ما بحط عليها السمنه بضيف عليها الميه شويه شويه لحد ما اخد كفايتي من الميه، يعني الكوبايه دي مش هاخدها كلها، انا هاخد بالظبط كوبايه الا ربع من الميه على المقادير بتاعتنا. بس خطوة مهمة جدا، لازم تبسي العجينة معاكي قبل ما تضيفي عليها المية، بتخليها زي الرمل المبلول كده، وبعد كده بتنزلي عليها بالمية. ويفضل وانت بتعجني ما تزوديش في العجن، علشان العجينة دي او دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسة ما بحبش العجن كتير، يعني يا دوب تلمي بتلميها بس ما تكتريش فيها عجن بالشكل ده كده. وتعالوا اوريكم باجي معايا بالظبط ربع كوباية من المية، يعني العجينة دي او المقادير دي اخدت معايا كوباية الا ربع بالظبط من المية. بعد كده بغطيها وبسيبها بالظبط حوالي 10 دقايق تستريح، ما تسيبوهاش اكتر من كده. تعالى اوريكم خلاص الشربات ده خلص، لازم الشربات يبرد تماما. معايا هنا العجينه بتاعتي بعد ما استريحت حوالي 10 دقايق بالظبط، هقطعها قطع كده زي ما انتم شايفين، وعلى مصفى او مبشره، او لو عندك حاجه متخرمه، اي حاجه متخرمه تديك الشكل اللي انت حباه. بس لو عندك مصفى زي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، انا بقطع معايا العجينه وبعملها رول كده صغير بالشكل ده، وبعد كده باخدها على المصفى بخليها بمسك زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقه، بحط صوابعي التلاتة اللي في النص كده وباخدها معايا بلفها رول، بتتقفل معايا بسهوله. بس لازم تعمليها بالشكل ده كده. وهوريكم كمان طريقه كمان لو مش عارفه تعملي الشكل ده هتعمليها بالشكل التاني، هتكون اسهل معاكي. وعلى يعني اي حاجه انت عايزه تشكلي عليها بتشكلي عليها. لو مش عندك مصفى ممكن على المبشره السن الصغير الرفيع اللي في النص ده بتشكلي عليها. زي ما انتم شايفين كده بتشكل معايا بكل سهوله. شايفين بتطلع معايا ازاي؟ بس اهم حاجه كده تكفليها كويس عشان ما تفتحش معاكي في الزيت. اوريكم كده كمان شكل كمان ممكن تقطعيها كده وتعمليها زي الدايره كده، وبعد بتبططيها الاول وبعدين تعمليها زي الدايره، وبعد كده بتقفليها على المصفى عشان تديكي شكل حلو من فوق زي اللي انت بتشتريها من بره بالظبط. شايفين؟ اوريكم كمان واحده. شايفين بقفلها ازاي؟ بتقفل معايا بسهوله جدا. شكلتها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كلها، ما خدتش معايا وقت خالص في التحضير. ومعايا هنا طاسة على النار مهدية عليها النار خالص، يعني الزيت يعتبر شبه بارد. هنزل كده على طول على الزيت ومع التقليب المستمر. تعالى اوريكم شكلها كده ما فتحتش معايا في الزيت، الخميره بتاعتنا مظبوطه ومقدارها كويس. لو زودت ليها الخميره هتفتح معاكي في الزيت. لازم تقلبي كده على طول عشان كلها تاخد نفس اللون.
تعالى اوريكم كده شكلها بعد ما تطلع من الزيت. شايفين بسم الله ما شاء الله، بتطلع معانا مجرمشه من اول واحده لحد اخر واحده. شكلها ذهبي وجميل بصراحه. اللون في الكاميرا مش عارفه ليه اللون مش بيطلع زي الحقيقه. هنزل بكمان بشويه تانية زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ومع التقليب المستمر. بس هدي عليها النار كويس عشان تستوي معاكي من جوه. ولو انت اول مره تشوفيني كده ما تنسينيش يا حبيبه قلبي في المتابعه، وكمان اللايك، وكمان الكومنت الحلو. ولو بتشوفيني من على اليوتيوب يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناه، وكمان الكومنت الحلو. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب. وما تنسيش تحط اللايك، اللايك بيرفع الفيديو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. خلاص بعد ما جليت شويه كده بحطهم في السيرب او الشربات على طول وهي لسه سخنه والشربات بارد. بسيبهم حوالي 10 دقايق علشان تشرب من الشربات بتاعك كويس كده، وتطلع معاكي زي ما انتم شايفين بالشكل الخطير اللي انتم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طعمها حلو جدا، خفيفه، ما بتشربش زيت كتير، بتطلع حاجه حلوه كده سهله وبسيطه، وما بتاخدش مقادير كتير. يا رب الفيديو يكون افادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.